لو انت عندك محل وعاوز شوية تريكات تفرق معاك في شغل المحل وتفرق اكتر في المبيعات، فتعال اقول لك على شوية حركات تسويقية صايعة ممكن تطبقهم زي ما هم بالظبط، او ممكن تشوف الحركات دي وتحاول تفهمها وتخترع انت حركات جديدة. بس عايز اقول لك في التسويق والدعاية دايما حاول تفكر بره الصندوق. نروح لاول حركة ودي بتاعت قاعدة بيانات العملاء، ودي طريقة طبقها بند اسمه سكور، وهي عبارة عن ان اي عميل يدخل عندهم ياخدوا منه الاسم ورقم التليفون وتاريخ الميلاد. طبعا هتقول لي الاسم ورقم التليفون عارفينهم، لكن تاريخ الميلاد ليه؟ هنا بقى التركايه، وهي انهم في يوم عيد ميلادك بيبعتوا لك رساله تهنئه وبيبعتوا لك معاها نسبه خصم على كل منتجاتهم بنفس عمرك. يعني لو عندك 30 سنه الخصم بنسبه 30%، عندك 40 سنه الخصم هيكون بنسبه 40%. وبكده هم ضربوا اكتر من عصفور بحجر واحد. اولا اشتريت منهم، تاني حاجه ولا اجزاد ليهم، تالت حاجه بعد الحركه دي اكيد هتتكلم عنهم حلو قدام كل معارفك. نروح لتاني حركه، وتخيل دي هي اللي بتخلي الناس يروحوا كل يوم قدام المحل قبليك ويستنوك انك تفتح، ودي اخترعها وطبقها مطعم اسمه دي بيتزا، وهي انه عمل عرض دائم وخلاه شعار للمحل. والعرض عباره عن ان اول زبون ليه بيتزا مجانا، وبكده هو حقق اكتر من حاجه بحركه واحده. اولهم انه بقى بيروح كل يوم المحل بيلاقي عدد كويس من الشباب مستنيينه عشان يشوفوا مين سعيد الحظ اللي القرعه هترسى عليه ويكون هو اول زبون عشان ياخد الوجبه بتاعته مجانا، لكن الباقي هيحاسب عادي. فبكده هو ضمن مبيعات كويسه في الساعات الاولى من اليوم. تاني حاجه انه بيصور فيديو لصاحب الوجبه وبينزله على الصفحه بتاعه المحل، وبكده هو بقى عنده محتوى يومي بدون ما بيتعب فيه، وكمان ده بيجيب له ملايين المشاهدات وبيكبر بيه صفحه المحل. انت كمان ممكن تطبقها على المحل بتاعك ايا كان المجال اللي هو شغال فيه، وده عن طريق انك تاخد التركايه دي وتطبقها بس بشكل مختلف. يعني تقدر تقول ان اول زبون ليه قسيمه شراء بمبلغ كذا. نروح لثالث حركه، ودي حلوه قوي لانها بتخلي العميل يجي يشتري منك تاني غصب عنه، ودي بتنفع قوي مع اي محل لسه جديد. ودي عباره عن ان العميل لما يجي يشتري منك اول مره اديله قسيمه شراء بمبلغ محترم او كارت خصم بنسبه كويسه، وسواء ده او ده اكتب عليه ان هو ساري لمده محدده 3 او 4 شهور. وبكده انت ضربت عصفورين بحجر واحد. اولا ضمنته انه هيجي لك مره تانية، وده هيزود عنده شعور الانتماء للمحل. تاني حاجه انه لو عجبه الموضوع هيرشحك لكل معارفه وقرايبه، وبكده انت ضمنت زباين جداد. نروح للحركه الرابعه، ممكن تختار صنف او 2 من عندك من المحل وتعتبر كأن الصنفين دول دعايه للمحل، فتشوف لو هتحط ربح يبقى كام وتروح مقدره فلوس للعميل يشتري بيه حاجات تانية من المحل. وعشان تفهمنا اكتر تعال اوضح لك بمثال. لنفترض ان في عندك صنف ب 200 جنيه وانت هتبيعه ب 300 جنيه، فتقدر تقول في العرض اشتري المنتج كذا وشكل معاه اي حاجه من المحل ب 100 جنيه. وصدقني دي اشيك بكتير من انك تقول خد قطعه او 2 وعليهم قطعه هديه، لانك اديت للعميل حريه الاختيار انه ياخد اللي هو عايزه من المحل. نروح للحركه الخامسه، ودي من خلالها تقدر تكبر صفحه المحل وتزود مبيعاتك، ودي هتستغل فيها الشهره الكبيره للماتشات المهمه، زي انك تكتب بوست توقع نتيجه المباراه واربح، بس حاول تحط لهم جايزه محترمه، ويفضل لو بقت حاجه من منتجاتك او خدماتك. وطبعا حط لهم شروط لازم يطبقوها عشان يقدروا يفوزوا، واكيد من ضمن الشروط دي متابعه الصفحه وعمل منشن لاكبر عدد ممكن من صحابهم. نروح للحركه السادسه، لو انت عندك مطعم وعاوز تعمل له منيو، او عندك محل وعاوز تطبع ورق عشان توزعه على الناس في الشارع، ايه اللي يمنع انك تطبعه بفكره صايعه زي اللي في الفيديو دي؟ سهله وبسيطه، طبعه على هيئه محفظه كانها واقعه من حد، ودي هتخلي الناس بدل ما ياخدوا منك الورق ويرموه هيهتموا اكتر ويقرأوه. فهنقول تاني التسويق عاوز دماغ بتبدع عشان تقدر تاخد نتائج كويسه. بس عايز اعرف رايكم في الحلقه، ولو عجبتكم وعاوزين من الافكار دي تاني قولوا لي في الكومنتات. اشوفكم الحلقه الجايه على خير، سلام.